هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رولا المهدي رجعت لكم النهارده بفيلم جديد وهو فيلم سوبر هاست. بس قبل ما نبدأ في فيلم النهارده انزل حالا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان في افلام كتير جاية. الفيلم بيبدأ بكلير وتيدي، دول اتنين عندهم قناة يوتيوب بيقدموا فيها برنامج اسمه سوبر هاست، وده عبارة عن انهم بيعملوا ريفيوز عن البيوت عشان الناس تروح تشتريها. تيدي بيقول للمتابعين انهم قدروا يحجزوا اجازة في بيت حلو وسط الجبل، بيوروا للمتابعين الكومنتس اللي على البيت ده وقد ايه الكومنتس ايجابيه. بعد ما بيخلصوا تصوير كلير بتسيبه وبتدخل الحمام. تيدي بيفتح الكاميرا تاني وبيقول للمتابعين انه هيعمل مفاجاه لكلير في بيت الجبل ويعرض عليها الجواز هناك، وانه هيصور لهم كل التفاصيل لحظه بلحظه. وتاني يوم الصبح لما بيوصلوا البيت بيلاقوا المكان هادي قوي، وكلير بتطلع الكاميرا وبتصور اول انطباع لتيدي عن المكان. لما بيجوا يدخلوا البيت ويفتحوا القفل الالكتروني بتاع الباب ما بيفتحش، فبيتصل تيدي بصاحبة البيت بس مفيش شبكة، فبيبعد شوية عن البيت ويتصل تاني وبرضه ما بيلاقيش شبكة. ولسه هيكملوا تصوير انطباعهم عن البيت بيلاقوا وراهم واحدة ست بتضحك لهم. تطلع دي ريبيكا صاحبة البيت، بيقولوا لها ان هم حاولوا يتصلوا بيها عشان باب البيت مش بيتفتح. بتقول لهم انها نسيت تبلغهم انها غيرت باسورد المفتاح الالكتروني. فلما بيدخلوا البيت بينبهروا بجمال البيت والفيو بتاعه. لما بترفع كلير الكاميرا عشان تصور البيت ريبيكا بتلف وشها بسرعة، فبتفهمها كلير ان هما متفقين معاها من الاول انهم هيصوروا البيت ويعملوا عنه ريفيو في القناة بتاعتهم. فبتتلهوج ريبيكا وتقول لها انها نسيت اتفاقهم من كتر الناس اللي بتكلمها عشان تحجز البيت. بيطلع تيدي وبيقول لها ان الحمام عطلان، فبتقوله انها هتجيب معاها بكرة عادة التصليح. بتسيبهم وتمشي. كلير وتيدي بيطلعوا الكاميرا عشان يصوروا البيت وبينزلوا تحت للقبو. بيلاقوا باب أوضة مكتوب عليه ممنوع الدخول، فبيحاول تيدي يفتح الباب فكلير بتمنعه، بتقوله لازم نحترم قواعد البيت. وهم بيصوروا بيلاقوا كاميرات كتير قوي في البيت، فبيقولوا ان في العادة البيت بيبقى فيه كاميرا مراقبة واحدة، بس ده فيه كاميرات كتير، واضح انهم هيكونوا متراقبين طول الوقت. وبالليل وهم نايمين تيدي بيقوم يشوف الفيديو اترفع على القناة ولا لأ، بيلاقيه ما اترفعش عشان شبكة الانترنت ضعيفة. فبيروح يقف في البلكونة شوية، بيلاقوا قدامه خيال واحد وعينيه منورة في الضلمة بيشاورله. هنا تيدي بيخاف ويبتدي يقلق، فبتيجي كلير من وراه تقوله انت بتعمل ايه هنا؟ فبيتخض اكتر ويقول لها ايه ده؟ انتي هنا من امتى؟ بتفهموا ان الوقت متأخر ولازم يناموا بدري عشان عندهم شغل الصبح. ولما بيصحوا تاني يوم الصبح كلير بتمسك تليفونها بتلاقي ان قناتهم اتقفلت. بتستغرب، بتخلي تيدي يشوف من عنده هو كمان. بيستغرب وبيقول لها ازاي ده حصل. تنزل كلير من البيت عشان تتصل بدعم اليوتيوب، وهنا بتظهر ريبيكا وهي معاها عدة التصليح. بتقولها انها تروح تصلح الحمام بنفسها، بتسألها اذا كان عجبهم البيت عشان مش عايزة ريفيو وحش عن البيت. فبتقولها كلير ان البيت عجبها وانها بتعمل مكالمة مهمة. فبتدخل ريبيكا البيت وبيفتح لها تيدي، بتقوله انها جاية تصلح الحمام، ولما بتروح تصلحه بتفضل تحاول ومش بتعرف. فبيقول لها خلاص مش مهم، احنا اصلا بنستخدم الحمام التاني. قالت له بس يعني اتمنى ده ما يأثرش على تقييم كل البيت. وهنا بترجع كلير وبتقوله انها كل ده كانت بتتفاهم مع الدعم بس الخط قطع. بتروح تشوف القناة بتاعتهم بتلاقي ان عدد المتابعين انخفض، فبتتضايق جدا. بياخدها تيدي وبيطلعوا يتمشوا شوية ويحاول يخفف عنها ويقولها ان القناة مش مهمة عنده، المهم عنده ان هما بيعملوا حاجة بيحبوها سوا. فبتقوله انت عايز ابوك يرجع يدفع لنا ايجار البيت تاني؟ انا بتضايق لما باباك بيدفع لنا. وبتسيبه وتمشي. وبالليل وهم نايمين بيحسوا بصوت حد في البيت، فبينزلوا يشوفوا مش بيلاقوا حد وان الباب مقفول عادي. وتاني يوم تيدي بيصحى بيلاقي ريبيكا بتحضر لهم فطار في المطبخ، فبيطلع يقول لكلير. بينزلوا يفطروا والفطار بيعجبهم، فكلير بتقوله ان هما لازم يشكروا ريبيكا على الفطار. فريبيكا بترد عليهم من سماعات السبيكر اللي في البيت، فبيبصوا لبعض وبيستغربوا ان هي بتتصنت عليهم. ولما بيجوا يصوروا الريفيو عن البيت تيدي بيقول لكلير انه هيعطل الكاميرات عشان ريبيكا ما تسمعهمش. وهو طالع على السلم عشان يعطل الكاميرا بيتفاجئ بطوبة بتتحدف عليه بتكسر الازاز. فبيطلعوا يشوفوا فيه ايه، بيلاقوها واحدة كانوا عاملين لها تقييم سلبي عن البيت بتاعها وبسببهم هتبيع بيتها بسعر قليل جدا. فبتيجي ريبيكا وتسألهم ايه اللي حصل. فكلير بتقول لها ان الست دي كسرت لها الازاز. فالست بتقول لها انها ما كانتش تقصد، هي بس جت عشان تحذرها من الاتنين دول عشان هيعملوا لها تقييم وحش وهيخلوها تخسر زي ما هي خسرت. فريبيكا بتزعق للست وتقول لها تمشي بدل ما تتصل بالبوليس او هتضربها هي بنفسها. فالست بتخاف وبتجري.
كلير وتيدي بيروحوا يتمشوا في مكان حوالين البيت وهما بيصوروا المتابعين، ولما بيوصلوا لمكان معين كلير بتنبهر بالمنظر وبياخد تيدي الكاميرا وبيحطها بعيد وبينزل على ركبته قدام كلير وبيعرض عليها الجواز. فبتتفاجئ كلير وبتفرح جدا وبتقوله انها طبعا موافقة. لسه هيبتدي يفرح يا عيني، راحت كلير قافلة الكاميرا وقالت له برافو انك عملت كده، المتابعين دول بيحبوا الحركات الفاضية دي. فبيتصدم، فبتقوله ايه ده، هو انت كنت بتتكلم بجد؟ فبيتضايق تيدي منها جدا وبيسيبها ويمشي. ولما بيوصلوا البيت بيلاقوا رسائل قدام البيت باسم بيتي ولو، وفي نفس الوقت بيسمعوا أصوات في البيت. بيحاولوا يقفلوا الباب بالقفل الإلكتروني بيلاقوه متعطل، وريبيكا بتكلمهم من السبيكر تقول لهم إنها جاية تصلحه. فبيحسوا إن في حاجة غلط، بيلموا حاجاتهم ويمشوا، ولسه هيبدأوا يتحركوا بيتفاجئوا بريبيكا قدام العربية بتقول لهم إنها عاملة لهم مفاجأة بتخليهم يمشوا وراها ومعاهم الكاميرا. ولما بيوصلوا بيلاقوا ريبيكا مكتفة فيرا الست اللي حدفت عليهم طوب. فتيدي وكلير بيبان عليهم القلق، بينزلوا الكاميرا بيطلبوا من ريبيكا انها تحررها. بتقول لهم انتوا وقفتوا تصوير ليه؟ فبتقول لها كلير انتي انسانة مريضة. بترد عليها ريبيكا وتقول لها لا، انتي اللي مريضة بحب القناة والشهرة، وانهم استغلوا فيرا ودمروا لها الاستثمار بتاعها. بتهددهم انهم لو ما صوروش هتقتلها. فبيكملوا تصوير وهم خايفين. بيلاقوا ريبيكا قتلت فيرا فعلا، فبيصوتوا ويترعبوا. وفجأة فيرا بتقوم وبتضحك هي وريبيكا وبيطلع مقلب. فكلير بتقول لهم انتوا الاتنين مجانين زي بعض. فبتاخد ريبيكا منها الكاميرا وبتديها لفيرا، بتقول لها تبيعها وتعوض خسارتها. فتيدي بيقول لريبيكا انتي عملتي ايه في بيتي ولو الحقيقيه؟ فبتتوتر ريبيكا وبتاخد السكينه وبتقتل فيرا بجد، بتطعنها اكتر من طعنه. تيدي وكلير بيصوتوا وبيطلعوا يجروا وهما مش مصدقين اللي بيحصل، بيستخبوا في البيت ويقفلوا عليهم بسرعه. وهنا بيلاقوا ريبيكا واقفه بره وشها وهدومها كلها دم، وفي ايدها المفتاح الالكتروني. فبيترجوها تسيبهم يمشوا وهما مش هيبلغوا عنها وهيدوها اللي هي عايزاه. فجأة بتختفي من قدامهم، فبيجروا على القبو تحت. وكلير بتقول لتيدي انها هتدور على مخرج وهو يحاول يعطل ريبيكا. وبتدخل كلير جوه الأوضة اللي مكتوب عليها ممنوع الدخول، وجوه بتلاقي مرتبة وبواقي أكل وأجهزة مراقبة متسجل عليها كل اللي بيحصل. بتشوف من الشاشة تيدي وهو واقف متجمد قدام الكاميرا. بتكون ريبيكا بتكلمه في السبيكر تقوله إن بيتي ولو دول اتنين كانوا مأجرين البيت بتاعها لمدة شهر، وترجتهم تقعد معاهم في البيت بس هما مرضوش، فاضطرت انها تقتلهم. بتأكد له ان هما كمان مش هيطلعوا من البيت عايشين. وهنا كانت كلير بتحاول تسجل فيديو على القناة وهي بتعيط تستنجد من الناس يتصلوا بالشرطة عشان صاحبة البيت طلعت مجنونة وهتقتلهم. وفي نفس اللحظة بتظهر ريبيكا وراها. بيسمع تيدي صوت كلير وهي بتصرخ، فبيروح يجري عليها. بيدخل يلاقي ريبيكا ماسكة كلير من شعرها وبتذبحها قدامه. بعد ما بتقتلها بتقرب من كلير وهو بيرجع لورا تطعنه في جنبه، بس هو بينجح انه يطلع من الأوضة ويقفل عليها. بيطلع من البيت يترمي على الأرض. بيتفاجئ بيها طالعة من باب سري وهي ماسكة السكينة وكلها دم. بيطلع بسرعة يجري ويهرب منها. وبتمسك ريبيكا الكاميرا وتصور نفسها وتقول للمتابعين ان اسمها بيتي لو وانها تقدم لهم النهاردة أقوى حلقة في البرنامج. بيكون تيدي في الغابة بيحاول يهرب منها، وهو بيجري بيتكعبل في جثة فبيترعب ويحاول يوصل لعربيته، بس لما بيوصل مش بيعرف يفتح العربية عشان ريبيكا بتكون سارقة المفتاح، لحد ما بتوصل له وبتاخد منه خاتم الجواز وبتقتله قدام الكاميرا. وبعدين بتركب العربية بمنتهى الهدوء وتوصل البيت وبتعلق الخاتم في سلسلة مجمعة فيها خواتم من كل الضحايا. وبيقفل الفيلم على كده. ادي اخرة الشهرة، تبقوا تطمنوا عليا بقى بعد كده. وهنا نكون وصلنا لاخر فيلمنا النهاردة. هستناكوا تكتبولي رأيكم في الكومنتس واقتراحاتكم. باي.